يا لهوي، هعمل ايه دلوقتي؟ الكمبيوتر باظ وانا بتفرج. ايه ده؟ هتصرف ازاي دلوقتي؟ ده واقف شاشة. هكلم بقى باشمهندس محسن يجي يصلحهولي، بس على الهادي اوي اوي. على الهادي يا زبادي، وحشتوني اوي اوي. متنسوش لايك حلو منكم، واشتراك في القناة وتعليق لو حبيت. ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة حكاية سوسو. سوسو الجميلة قوي، البنوتة الدلوعة اللي تنزل في الشارع يا أرض تهدي ما عليكي قد. سمر قوي بس ايه، خفة دم شربات، وشعرها طويل وجسمها المظبوط اللي كله انوثة خالص خالص. المهم، سارة دي واحدة مغتربة. سوسو واحدة مغتربة، وسابت أهلها وقالت أنا هسافر وهشتغل وهصنع نفسي وهثبت إني أنا هقدر أكون حاجة. جابت كمبيوتر اللي هو يعني زي كذا اللابتوب وكده، بس هي ما كانش معاها قوي بقى ان هي تجيب اللابتوب وكده. تقولي لي الاسعار برضو دلوقتي نزلت، بس هي جابت الكمبيوتر بحيث تبقى هي دماغها كده. وبعدين يعني لقيت قدامها بسعر اهدى شوية، قالت تشتغل عليه في البداية لغاية ما تجمع تجيب اللاب. ولأنها صممت إن هي تبدأ لوحدها ومحدش يساعدها، ولكن زيها زي أي بنت بيجي وقت عليها بتكون محتاجة حاجة معينة، في شعور كده بتتحرك وبتبقى عايزة تشوف حاجة معينة. بتفتح الكمبيوتر بقى وبتشوف الحاجة اللي هي كانت عايزة تشوفها. بعد ما بتعمل سيرش والفيلم بيشتغل، الكمبيوتر وقف وعايز نوم. لأن طبعا الكمبيوتر قديم مش جديد، هي مش مشتريه حديث، مكانتش عارفة تتصرف. اتصلت بواحدة صاحبتها قالت لها في باشمهندس محسن ده حلو قوي قوي وبيصلح الكمبيوترات دي على أعلى مستوى، حتى لو كمبيوتر قديم هو ليه خبرة فيه. قلت لها خلاص اديني رقم. اتصلت بيه. الو. اتصدم قوي اول ما سمع صوتي. باشمهندس محسن معايا؟ ايوه يا فندم، مين؟ قلت له انا ساره جارتكم اللي على اخر الشارع. معلش انا بس ما كنتش اعرف حضرتك خالص ان انت باشمهندس كمبيوتر وان انت في شارعنا. انا واخد رقمك من واحده صاحبتي. تقدر حضرتك تجيلي النهارده معلش ضروري عشان عاوز اصلح الكمبيوتر بتاعي؟ قال لي من عينيا اللي في اتنين يا فندم، اتنين يا فندم تأمريني. قلت له خلاص في انتظارك، الساعة 5 بالظبط هستناك. قال لي طيب حاضر. في رقم بابا، رقم حد رن عليه قبل ما يجي؟ قلت له لا انا لوحدي وفي انتظار. قال لي طيب حاضر، مش هطول عليك. جه وصلح الكمبيوتر. وهو بيصلح الكمبيوتر انا زي عادتي بتحرك براحتي وبلبس براحتي، لابسه البيجامه بتاعتي اللي هي شورت، ولابسه البادي بتاعي كات، ومقور قوي مدور كده من فوق ومبين الفرق كده. ورحت اول ما دخل هو شافني اتصدم ان انا ازاي مقابلاه بالشكل ده، لكن انا واحده منفتحه عادي وبتعامل عادي. قلت له اتفضل اتفضل، الكمبيوتر جوه في الاوضه. دخل فعلا الاوضه وهو بيصلح الكمبيوتر. قلت له هعمل لحضرتك عصير مانجا ولا عصير فريش كده فراوله واجي على طول. قال لي طيب اوكي في انتظارك يا فندم على مهلك خالص. قعد يصلح فيه يصلح فيه وينزل له نسخة، وبعدها قعد يحكي معايا، عينه ما نزلتش من عليا لان النسخة بتاخد وقت. قال لي تحبي اخد الجهاز او الكيسة دي اخدها معايا البيت واجيبها لك يكون متصلح؟ قلت له لا متصلح. قلت له لا مش عايزة حاجة تتحرك من مكانها. طبعا انا كنت خايفة لحسن يفتح مرة واحدة ويشوف اللي على الجهاز، وصممت اني لا مش عايزة اخلي الجهاز يتحرك من مكانه. وانا قاعدة وحاطة رجل على رجل او بتكلم عادي وهو شغال بقى ضحك، معرفش ازاي بيضحكني الضحك ده كله ونكت ويهزر معايا. ومن هنا بقى ومن النقطة دي جت الدردشة وجه الهزار وجه الضحك في الايد، وكانت الدنيا فري خالص. كنت اضحك كده وانزل نفسي كده بقى مش حاسة بنفسي وانا بضحك، وهو كان يضحكني اكتر واكتر عشان بس توطي كده ويشوف كل حاجة. كان شقي قوي قوي باشمهندس محسن سونا. المهم فتح الجهاز بقى. قلت له طيب، طبعا هو عارف خاف لحسن يكون في حاجة كده ولا كده بعد الهزار اللي هزره معايا ده. فتح الجهاز فقلت له طيب انا هقوم لما لقيت فتح على الفيلم والصور بتاعتي.
قال لي اقعدي اقعدي بس، تروحي فين؟ والله ما انت قايمة من مكانك. وانا بصله كده، راح حط ايده تحت الكرسي بتاعي وجره جامد قوي، وراح حط الكرسي بتاعه جنب بتاعي، الكرسي بتاعي جنب بتاعه، وهو قاعد كده راح قربني قوي قوي من الكمبيوتر، وهو قام وبقي فوق مني ورايا، حط ايده عشان يمسك الماوس على ظهري. قال لي يا لهوي ده انتي مزحلقة قوي، الماوس مش راضي يمشي عليك. حط ايده وبدأ ان هو يشغل، لقي الصور بتاعتي من تحت. قال لي شايفة صورك عملت ايه في الجهاز؟ يا لهوي عليك، انتي ما ينفعش تعملي كده ابدا تاني، ده مضر بالصحة. وقعد وقتها ايده تيجي كده وتيجي كده، وكنت خلاص سبت خالص. وبكل هدوء راح قفل كل حاجة ومسك ايدي، وكان وراه السرير، وقعدنا وقعد يقول لي كلام حلو قوي. ومن وقتها وانا متعودة قوي على اني محسن من غيره. لا انا مش بس، نسيت اقول لكم ان الحلو ما بيكملش. محسن متجوز وعنده ولد وبنت، وكان كل ما بيحاول يخطف كده مرة ولا حاجة ويجيلي بيحاول يعمل، بس كان خايف ان مراته تشك فيه، احسن دي لو شكت فيه يا لهوي على اللي هتعمله فيه. اه اصل هي هتعمل فيه هو لوحده، انا مالي. بس بصراحة باشمهندس شاطر قوي في كل حاجة، في الكمبيوتر وفي الزبادي، يا لهوي حاجة كده خطيرة أوي. قولوا بذمتكم، هو لما ينفذ الحاجة دي يشوف الفيلم ويعمله مش كان أحلى وأحلى؟ بس هي برضو سارة اتبسط، ومن وقتها وهي ما بقتش عايشة لوحدها. كل شوية تلاقي الباب بيخبط، وتلاقي باشمهندس بيصلح الكيبورد، بيصلح لوحة المفاتيح، بيصلح الماوس، أصل الشاشة سخنة ومحتاجة تهدى. يلا ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو مني، وأشوفكم في حكاية جديدة.